هل تعلمي يا ستي يا مدبرة يا موفرة يا شاطرة جدا في مطبخك ان البرطمان الحلو ده بيقعد عندك من السنة للسنة، وكمان بيتعمل بحاجات بنرميها؟ ايوه، زي ما بقولك كده. تعالوا نشوف الفيديو بتاعنا بيقول ايه. مش هطول عليكم واقول لكم ان انا عملت بهارات سمك من قشور الجمبري. انا كان عندي جمبري تقشير، اللي هو الجمبري البيبي الصغنون ده، اللي هو عايزه اقول لك سعره 70 80 جنيه. ايوه والله زي ما بقول لك كده، ارخص من سعر البولتي حرفيا. المهم كان عندي القشور دي، فقمت غسلاها كويس قوي قوي لحد ما نزلت كل الميه بتاعتها، والميه بتاعتها نطفت كده. بعد كده سبتها في مصفى تتصفى ودخلتها في الصاج زي ما انتم شايفين في الفرن. من شغلت من فوق ومن تحت لحد ما بدأت ان هي تنشف معايا وتتحمص معايا بالشكل ده. الحقيقة ان انا ما طحنتهاش على طول بعد ما طلعتها في الفرن، انا سبتها كمان 24 ساعة او ليلة كاملة لحد ما نشفت معايا بره خالص تماما في الصاج كده في المطبخ. وبعد كده بدأت بقى بعد 24 ساعة ان انا افرمها او اطحنها في الكبة او المطحنة بتاعتك اللي انت تطحني بيها توابلك. زي ما انتم شايفين كده القشور لونها اتغير، وكمان اتحمصت كده وبقت خطيرة. هبدأ ان انا كده اجيب المطحنة وابدأ ان انا افرمها وافرم كل الكمية او اطحنها واطحن كل الكمية اللي معايا من قشور الجمبري زي ما انتم شايفين. وبعد ما اطحنهم كلهم تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه. بولتك لازم تكون ناشفة، مش واصل لها اي نقطة مية. وطبعا لو هتجيبيها من المطبقية فانتي تجففيها او تنشفيها كويس قوي بمنديل او بفوطة. تمام كده. بعد كده هتبداي تحطي قشور الجمبري اللي احنا طحناها دلوقتي، وهننزل عليها بالتوابل اللي هقولك عليها دلوقتي. ما تشيليش اي توابل خالص من التوابل دي. هنضيف ملح، كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا، شطة، توم باودر. الخمس تقريبا 5 أو 6 مكونات دول او 6 توابل دول لازم نحطهم في توابل السمك. والحقيقه ان انا كان عندي كده كيس من البهارات السمك، كنت شاريه تقريبا، كان خلاص اللي هو قرب ينتهي تماما او يعني يخلص خلاص. فقلت بقى ايه، اجيبه واقلبه على البهارات دي وبس. خلاص كده بهارات السمك جاهزه معايا. عايزه اقول لك ريحتها فعلا خطيره. بهاراتك موجوده عندك في البيت، يبقى انت في امان وضامنه ان انت تعملي اكلات حلوه جدا. جربوا بس انتوا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله. مع الف سلامه.